البنت أو الضحية اللي ظاهرة قدامكم دي اسمها آيات الرفاعي، بنت عندها 15 سنة من دمشق في سوريا. آيات كانت عايشة بين أبوها وأمها وإخواتها واللي كانوا بيحبوها جدا، بس للأسف عيلة آيات كان فيها عيب خطير جدا، وهو إيمانهم وحبهم لعقيدة الزواج المبكر للبنات. وعشان كده أول عريس بيتقدم عشان يخطب آيات وكان عندها 15 سنة بيتم الموافقة عليه من آيات وأهلها. الشاب ده كان اسمه غياث الحموي، وكان بيشتغل في الحرس الجمهوري في الجيش السوري، والوظيفة دي في سوريا تعتبر وظيفة مرموقة، بالإضافة طبعا لنفوذه الواسع وعلاقاته. وعشان كده آيات فرحت بيه جدا، وكانت دايما آيات بتحلم بالجواز في أسرع وقت عشان تشوف العيشة الجميلة والهنية اللي كان دايما غياث بيوعدها بيها، أو زي ما بيتقال كده حلاوة البدايات. المهم بتستمر الخطوبة بين آيات وغياث 9 شهور، وبعد كده بيتم بالفعل الجواز. وبتروح آيات مع غياث عشان تقعد معاه في عش الزوجية الجميل في بيت عيلة غياث، واللي طبعا كان في اعتقاد آيات ان البيت ده هيبقى الجنة وانها هتبقى ملكة البيت ده. وللأسف آيات ما كانتش تعرف ان البيت ده هيبقى بداية رحلة العذاب، او بمعنى اصح بداية النهاية. فمن ساعة ما رجل آيات خطت بيت عيلة اهل غياث، وآيات ما كانتش أكتر من وسيلة لتلبية كل رغبات العيلة، وبقى المطلوب منها إنها تقوم بكل شغل البيت لوحدها. فتصحى بدري تروح تقف في توابير العيش، وبعد ما تخلص تطلع على السوق. خلاص كده لا، بعد كده ترجع على البيت تعمل كل شغل البيت، وده بيتم بدون مساعدة من أي حد. وده بالرغم يعني من ان غياث كان عنده اخ متجوز وقاعد معاهم في نفس البيت. يعني ببساطة الاخ ده كانت مراته ممكن تساعد آيات عادي، بس ده ما كانش بيحصل. فعيلة غياث بلا استثناء، سواء ابوه او امه او اخوه او مرات اخوه، ما كانوش بيعاملوا آيات غير على انها مجرد خدامة. طب يخلص الذل على كده؟ لا طبعا، هو احنا لسه شفنا ذل؟ ما هي خدامة عادي اهي، مفيش ذل ولا حاجة، الذل لسه جاي. فبالرغم من كل اللي آيات كانت بتعمله، بس برضه ما كانتش بتسلم من اذى جوزها واهله. فكانت حماتها على طول سليطة معاها، سواء لفظيا او حتى بالتعدي عليها جسديا. فمثلا يا ويل آيات لو اتأخرت حبة في النوم تقوم الدنيا وما تقعدش، وحماتها وحماها يدوها العلقة المحترمة. ده حتى لو كانت آيات تعبت زي ما أي إنسان عادي بيتعب، ما كانوش بيودوها للدكتور، وكانوا بيكتفوا بس إنهم يعملوا لها أي وصفات طبيعية أو أي حاجة موجودة في البيت تاخدها وخلاص، كأنها مش بني آدمة زيهم ممكن تحتاج لرعاية طبية، لحد ما يجي اليوم اللي تحمل فيه آيات. أصل آيات بالرغم من كل اللي كان بيحصل لها من غياث وأهله، إلا إنها كانت بتحب غياث حب جنوني، ما كانتش بتحب تزعله أو تخسره لأي سبب، وده اللي ممكن نسميه حرفيا ومن الحب ما قتل. المهم آيات أخيرا بتولد، بس رد فعل أهل غياث كان غريب جدا. دول ما فرحوش بالبنت المولودة ولو ليوم واحد، بالعكس كانوا بيعاملوا البنت أسوأ معاملة، ما كانوش بيقولوا لها غير إنك بنت غبية زي أمك. طب تفتكروا خلاص كده عيلة غياث كده خلاص يعني خلصت كل قرفها ووحشيتها ولا لسه؟ لا برضه، لسه هيحصل اللي ما كانش في الحسبان. غياث اللي كان اسمها قمر الخيشي كانت بتكره آيات قوي وبشكل مبالغ فيه، وده كان كده لله بدون اي سبب واضح او مفهوم. وده بالرغم من ان البنت ايدالهم صوابعها ال10 شمع وشغاله لهم خدامه ومرمطون. غياث بترد الآيات الجميل ده، وبتفضل تزن على ابنها عشان تقنعه بانه يتجوز بنت من قرايبها. مش هقول بقى بعد زن كتير من غياث بيوافق، لا هو غياث شخص واطي ومصدق اصلا. وبالفعل بيطلب غياث من امه انها تعرفه على البنت دي، وغياث بيتعرف على البنت، لا ده كمان بيحبها. وعلاقة الحب والغرام دي قعدت شهور لغاية ما آيات عرفت بيها. خلاص آيات عرفت الخيانة، يبقى أكيد هتطلب الطلاق. لا يا عزيزي المشاهد، فآيات ليست هذه الشخصية أبدا. آيات من حبها لغياث، وأنا بصراحة مش عارف هي بتحبه على إيه، كانت شايفة إنها تسيب غياث براحته وما تضايقش عليه الخناق، اهو مصيره هيزهق والعلاقة دي هتبقى مش اكتر من نزوة وهتنتهي. وطبعا ده كان من هبلها، لان العلاقة دي قعدت تزيد يوم عن يوم وتتطور. غياث وصل بيه الحال من البجاحة والاستهتار انه كان بيكلم البنت دي على الواتساب قدام آيات وبعلمها، بس آيات خلاص طفح بها الكيل، واجهت غياث بعمايله وطلبت منه ايه بقى؟ تتطلق. صح يا عزيزي المشاهد، قلت لك ليست آيات هذه الشخصية ابدا، لا
هي طلبت منه انه يبعد عن البنت دي، ورد فعل غياث كان في منتهى الوقاحة، فزعق لها وقال لها والله هو ده اللي عندي، ولو مش عاجبك الباب يفوت جمل. بس فاكيد ايات كده سابت البيت ومشيت، صح؟ لا انا مش هرد عليك بقى، كل ده ولسه ما فهمتش شخصية ايات؟ لا هي عادي اتحملت وصبرت واستمرت، مش هينفع اقول انها استمرت زوجة، لا هي استمرت خدامة لغياث وعيلته، لحد ما تيجي الايات الصدمة الكبيرة. غياث مش هيتجوز عليها خلاص. هتيجي وتقول لي ياه اخيرا غياث عقل، انا قلت كده برضه؟ فليس غياث هذا الشخص ابدا. اصل غياث مش هيتجوز عليها لانه نوى انه يطلق ايات خالص ويتجوز البنت التانية. اصل البنت التانية قالت له يا انا يا مراتك، فما كان من ايات الا انها قعدت تترجى غياث انه ما يطلقهاش ولا يتجوز عليها، وقالت له كمان انها على استعداد انها تتحمل الوضع اللي هي فيه ده للابد، تتحمل الذل والاهانة من ابوه وامه مقابل بس انها تفضل معاه وما يتجوزش عليها. طبعا غياث ما كانش ليه اي رد فعل غير انه استهتر بكلامها ومشاعرها وما ادهاش اي اهتمام. بصراحة انا مش عارف هي ايات بتعمل كده ليه، وليه تمرمخ كرامتها في الطين بالشكل ده؟ هو ربنا ما خلقش غيره ولا هو اخر راجل على الارض؟ ده حتى لو اخر راجل على الارض ما ينفعش تعمل في نفسها كده. ليه بتتهاون في حقوقها وادميتها قوي كده؟ ما علينا، يفضل الوضع على كده لحد ما يجي اليوم المشؤوم 21 ديسمبر 2021. كالعادة ايات عملت لعيلة جوزها الغدا وشافت كل طلباتهم عشان يبدأ حماها يطلب منها سلسلة طلبات ما بتنتهيش، وفي اخر الطلبات دي طلب منها انها تناوله المفك. ايات قالت له انها ما تعرفش مكان المفك فين، فقعد يشتمها ويدعي عليها بالموت، وقام بكل قسوة وجحود اخد عصاية، العصاية دي كان مثبت فيها مسامير، وقعد يضرب في ايات بدون اي رحمة على راسها وعلى جسمها لغاية ما ايات بقت بتجيب دم من كل حتة. اخذ الخيرزانة وضربها على كل جسمه بالراس المدبسة، على راسه وعلى جسمه. ايات المسكينة قدرت انها تفلت من ايد حماها وطلعت تجري على أوضة جوزها عشان تستنجد بيه، بس زي ما بيتقال كده كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلما ايات دخلت عليه الأوضة كان هو في عالم تاني، ماسك تليفونه وعمال يضحك مع البنت التانية. فلما ايات بدأت تشتكيله من اللي ابوه عمله فيها قعد يشتمها ويقول لها امشي من وشي، والأول مرة ايات تصعب عليها نفسها وتبدأ ترد عليه، عشان غياث يهجم عليها زي الطور الهايج، يمسك راسها ويضرب راسها في الحيطة 5 ضربات متتالية عشان المسكينة تقع على الأرض وتلفظ أنفاسها الأخيرة. اسمعوا كده اعتراف غياث بنفسه، انه صار خلاف بيني وبينها تلاسن، فكان انا دجيت لها راسها بالحيط كذا مرة، 4 5 مرات. المهم بعد ما ايات وقعت ميتة غياث ما كانش معتقد انها ماتت، وكان فاكر بس ان الموضوع مجرد اغماء بسيط، فسابها في الأوضة مرمية ومشى من غير ما يفكر حتى انه يبص عليها. تعدي ساعة وآيات مرمية في الأوضة جثة هامدة ومحدش واخد باله منها أصلا. وفين وبالصدفة أم غياث تدخل على آيات الأوضة. هتقولي عشان تطمن عليها، صح؟ لا، دي كانت داخلة تجيب المكوى عادي، وتتفاجئ إن آيات غرقانة في بحر من الدم. فاتخضت ونادت على عيلتها اللي دخلوا الأوضة، وأول ما شافوا المنظر ده كانوا في حالة كبيرة من الصدمة والذعر، وبدل ما ياخدوها ويطلعوا بيها على المستشفى على طول سابوها مرمية كده جثة لمدة 2 ساعتين عشان بس يفكروا في كدبة يقولوها لعيلتها. وفين وأخيرا بيقرروا إنهم ينقلوها على المستشفى. وبمجرد ما الطبيب المختص بيشوف جثة آيات بيعرف على طول إنها اتعرضت لضرب مبرح، وده طبعا كان واضح قوي من آثار الكدمات وعلامات الضرب اللي كانت على جسم آيات، بالإضافة إن كان عندها نزيف في المخ نتيجة لاصطدام راسها في الحيطة أكتر من مرة. الدكتور بقى اللي كشف على الجثة قبل ما يبلغ الشرطة كان غياث خلاص اتصرف بنفوذه وسلطاته وعلاقاته بسبب مهنته كفرد من أفراد الحرس الجمهوري، وقدر وبمنتهى قلة الضمير إنه يزور التقرير الطبي بتاع آيات. وبعد ما قدر غياث وعيلته انهم يظبطوا ورقهم ويتستروا على جريمتهم، جاء الوقت بقى انهم يبلغوا عيلة آيات. فأم غياث بعتت رسالة لعيلة آيات من كلمتين في منتهى البرود: آيات اتوفت. طبعا عيلة آيات اتصدمت صدمة كبيرة بالخبر اللي كان غير متوقع اطلاقا بوفاة بنتهم اللي كانت لسه ما كملتش 20 سنة. فطلعوا يجروا على طول على المستشفى، ودخل ابو آيات عشان يشوف جثة بنته، او بمعنى اصح يلقي عليها نظرة الوداع. وطبعا لاحظ آثار الكدمات اللي كانت واضحة جدا على الجثة، قام خرج على طول وراح لغياث وسأله ايه اللي حصل لبنتي. فرد عليه غياث بمنتهى البرود وقال له: ولا حاجة يا عمي،
احنا فجأة كده لقيناها عمالة تتقيأ وداخت وقعت على وشها، فشلناها على طول وجرينا بيها على المستشفى، واتفاجئنا لما جينا بخبر وفاتها. طبعا القصة دي ما دخلتش على ابو ايات بتعريفة، فقام مبلغ الشرطة، وبالفعل الشرطة بتستجوب غياث وعيلته. بس طبعا غياث زي ما قلنا كان مظبط ورقه كويس والتقارير كلها كانت متظبطة، فبالتالي بيتم اخلاء سبيل العيلة كلها. وهنا بقى بتتدخل العناية الالهية، فبالرغم من ان كل حاجة كانت متظبطة بس ربنا ما يرضاش بالظلم. فكان في واحدة جارة ايات كانت بتحكي لها كل حاجة. الست دي كانت عارفة مدى الوحشية اللي ايات كانت بتتعرض لها، فحست ان في حاجة غلط وان موت ايات ده مش موت طبيعي. قامت عاملة فيديو وحاكية فيه كل حاجة ونزلت الفيديو ده على النت. مضمون الفيديو ده ان الست دي كانت بتشكك ان موت ايات ده موت طبيعي، وان غياث وعيلته هما اللي ورا موت ايات. الفيديو بدأ ينتشر وبدأت تظهر قصة ايات على مواقع التواصل الاجتماعي، لغاية ما الفيديو ده بقى مسمع قوي وصدى الفيديو وصل للكل، وقضية ايات بقت قضية رأي عام. وهنا الشرطة بتضطر وغصب عنها انها تعيد التحقيق، وبتستدعي غياث وعيلته للمرة التانية وتحقق معاهم، ووجهت لهم تهمة قتل ايات وتهم تانية بالتزوير والتلاعب في التقارير الطبية. وبعد الضغط عليهم والتلاعب بأعصابهم أخيرا العيلة بتعترف بقتل ايات الرفاعي. وعلى فكرة كل اعترافاتهم مسجلة بالفيديو وموجودة على النت عشان لو حابين تتفرجوا عليها، وانا هبقى اسيب لكم لينك اعترافات عيلة غياث بالصوت والصورة في صندوق الوصف. المهم ان غياث اعترف ان هو واهله كانوا متعودين يهينوا ايات من يوم ما دخلت بيتهم. ده حتى غياث اعترف انه عمره ما حب ايات، وانها اصلا ما كانتش عاجباه من الاول، وانه بس استغل سنها الصغير وحبها ليه في انها تبقى خدامة بدون اجر ليه ولاهله. وهو فعلا ما كدبش، ايات بالنسبة لهم ما كانتش اكتر من خدامة خلال جوازهم اللي دام لمدة 4 سنين. المهم بعد التحقيق مع غياث وعيلته بيتم تقديمهم للمحاكمة، وهنا بتبقى المفاجأة، فبتصدر محكمة جنايات دمشق الحكم على غياث وابوه احمد الحموي بالسجن لمدة 7 سنين، اما ام غياث بيتحكم لها بالبراءة. طبعا الحكم اثار غضب الشارع السوري كله، لانهم كانوا بيطالبوا بالاعدام لغياث وعيلته، لدرجة انهم خرجوا بمظاهرات بيطالبوا فيها باعادة النظر في القضية، لكن لا حياة لمن تنادي. والحكم التافه ده كان بسبب ان المحكمة ما اعتبرتش ان الجريمة جريمة قتل عمد، يعني غياث وهو بيضربها ما كانش عنده النية انه يقتلها. فالجريمة اللي عملها غياث في القانون اسمها جريمة الضرب المفضي الى الموت، مش جريمة القتل العمد. والسؤال اللي بيطرح نفسه، اهل ايات طول ال4 سنين دول كانوا فين؟ ما شافوهاش يوم بكدماتها وجروحها؟ ما حسوش في يوم بالذل والاهانة اللي بنتهم كانت بتتعرض له؟ ما اقدرش اقول غير لك الله يا ايات، او بمعنى اصح ربنا يرحمك يا ايات. وبكده انا خلصت، وهي دي حلقتنا النهارده. انا ميدو جبريل، ودي قناتكم لوتوبيا. ويا رب لو المحتوى بتاعي بيعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. شكرا ليكم واستنوني في حلقة جديدة.